دبان 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 في دبان 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 وفي دبانة أقسم بالله مش عارفة أملكها، يعني مش عارفة أملكها. دبان أنا شفت الدبان، أنا عارفة إن ماليش نصيب أصور. دبان أموت الدبان دبان إن شاء الله تكون ماتت. الكلب مش راضي يمشي معانا في الفيديو. دبان كفاية دبان مش بندهلك، بزعق للكلب. دبان أنا بزعق للكلب، أنت اللي سمعتني. يخرب بيت الكلب. السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. مش عارفة الفيديو ده هينزل امتى، بس برضه كل سنة وانتم طيبين. واللوك بتاع النهاردة مفاجأة. هنعمل مكياج عروسة وفي دبانة أقسم بالله مش عارفة أملكها، يعني مش عارفة أملكها. عايزين نعمل لوك او ميك اب للعروسه يكون سهل وبسيط، وبنات كتير طلبت مني اعملي ميك اب توتوريال تلفي فيه طرحه العروسه ومش عارف ايه. كل ده هتشوفوه في اخر الفيديو. الحاجه اللي انا عايزه اقول لكم عليها انك لو انت جديده معايا في القناه يا ريت تدوسي على كلمه سبسكرايب وتفعلي علامه الجرس اللي جنبها، وكمان تعملي لي لايك للفيديو لانه بيدعمني. وعايزين الفيديو ده يوصل نقول 20,000 لايك. نحدد كده اللايكس علشان لو وصل ل20,000 لايك انا هنزل فيديو تاني خلال اسبوع واحد. الحاجات دي هي اللي هتخليني اشتغل واحس ان انا متفاعله معاكم اكتر. انا عارفه ان انا سايبه القناه بقالي فتره، فالتفاعل مش حلو ابدا وانا مصدومه. يعني انا خلاص داخله على المليون والمشاهدات بتاعتي تقريبا مش موجوده، فالحاجات دي بتخليني مش عايزه اشتغل. فهمت قصدي؟ بس كده يا بنات. لو لقيت دعم زي ما انا قلت لكم فاكيد هشتغل اكتر واكتر. هنبتدي على طول على اللوك. وكمان عايزه اقول لكم ان اكتر بنت هتعمل شير للفيديو ده هتكسب هديه، هوريها لكم برضو في اخر الفيديو. يلا بينا نبدا اللوك. اول حاجه خالص هبدا بالكوتون بادز دي من عند مينيسو. بصوا يا بنات ده قطن حلو جدا فحبيت اطلعه معايا في الفيديو. هو شكله كده مربع وحلو جدا، يعني مضغوط بشكل عجيب كده، بس هتلاقوا فيه واحد رقيق قوي وفي واحد تخين شويه جواه قطن، هو ده اللي تجيبوه حلو جدا جدا. كمان هستخدم الميك اب ريموفر الجديد ده من عند نيفيا. بعد ما نضفت بشرتي كويس هنرجع الحجاب شويه لورا، عشان في بنات كتير بتسالني ازاي بتعملي ميك اب وانت عامله الحجاب الابيض ما بيتلخبطش. كل اللي انا بعمله برجع الحجاب. يعني اول حاجه خالص هستخدمها هو السيرم ده. السيرم ده يا بنات البديل بتاع فرسالي، القطره بتاعت فرسالي. وهنبتدي نجربه. هو ريحته فيه فيتامين سي زي نفس الريحه تقريبا بتاعت فرسالي، لكن القوام بتاعه اتقل. علشان اعمل ميك اب يكون جلوي شويه ونخلي وشنا يعني بيلمع طول الوقت هستخدم الستروب كريم من عند ماك. وده بيخليكي عامله كريم بس بيكون مترطب، شايفين بيخلي البشره عامله ازاي. فاخترت البرايمر ده من عند لوريال. هو اصلا بيعمل جلو للبشره كويس جدا. هاخد منه برضو على المناطق اللي انا عايزاها تجلو. عارفين بالظبط نفس الافكت بتاع الكفر فيكس
نفس الحاجة بس ده على انعم جدا، واستحالة يبينلك نقطة جليتر. ده من عند لوريال يا بنات، اخدته من عند مزايا. انا هفوكس عشان اوريكم مفيهوش نقطة جليتر. لا ده اختراع حلو بسعر رخيص، سعره 200 وحاجة. يعني ارخص ليكويد هايلايتر قابلته، ده اقوى من الماك ستروك كريم. طيب العدسات بتاعتي اللي انا حطاها النهارده هي من عند ماي لينس. دي العدسة والدرجة بتاعتها كابوري، CABRI، كابوري او كابوريا، ما ننطقش اسامي المنتجات. والفاونديشن اللي هستخدمه النهارده هو اوفيس كوزماتكس درجته 101. لازم ترجي الفاونديشن كويس جدا، ودرجة 101 شوية فيها زي شايفين زي في سنة روز شوية. هبتدي اخد معاها بامب من عند اللاجير. هستخدم الدرجة دي شوية قوي على اصفر، مش مشكلة هنفتحها بالكونسيلر. وهبتدي استخدمه تحت العين برضو شوية حوالين الشفايف. كده كده الفاونديشن من عند اوفيس خفيف، يعني مش بيديكي الكفر عالي لكنه مش بيقعد في الخطوط قوي. هستخدم البراش من عند سيلا براشز رقمها 616. وزعت كل الفاونديشن على بشرتي، دلوقتي جه دور البيوتي بلندر. هستخدم البيوتي بلندر الجديدة دي، نجربها برضو عشان نفسي اجربها من زمان. ناصر فين؟ ناصر فين؟ وقفي الفيديو اكتبي ناصر فين. وابتدي ادمج الفاونديشن. هنلاقي اللمعة بتاعته كويسة جدا بسبب البرايمر بتاع لوريال ده اللي احنا حطيناه. بعد كده هستخدم الكونسيلر من عند تارت اهو، الدرجة بتاعته فير. هنعمل نفس الحركة اني اخد من الابليكيتر على السبونج طبيعي. واحنا بندمج لو عندي مكان او جزء اتملى فيه الكونسيلر او الفاونديشن زاد فيه، اقلب البلندر وابتدي اخد بالجزء الفاضي. طول ما انتي بتشتغلي بالجزء ده هو عمال يحط زيادة، او انه يشيل من هنا يزود هنا. لا انا دلوقتي عايزه اعادل التغطيه بتاعتي او البلند بتاع الفاونديشن، ابتدي اداير على المنطقه النظيفه وابتدي اشتغل بيها. بعد ما حطيت الكونسيلر هبتدي اظبط واحط التنت. يعني انا حبيت شكلي بالتنت المره اللي فاتت، فهحط التنت على شفايفي من نفس التنت اللي اسمه سوفت درينك تنت. يعني حبيت التنت على الفاونديشن اكتر ما بحبه على البشره من غير فاونديشن. هستخدم للتثبيت تحت العين الباودر بتاعه اللورا مارسيه اللي هي مخصوصه لتحت العين. هحط منها طبقه تانية لانها ما بتثبتش اصلا كويس، ولازم زي ما بقول لكم يعني اللي عندها وبتقابل نفس المشكله استخدميها مع الكونسيلر الفاتح فقط. هي مع الكونسيلر الفاتح هتلاقيها بس بتشتغل. بشيل الزياده على طول، بشيل الزياده على طول عشان ما اخليش تحت العين ينشف. وعلى البشره هبتدي اثبت بالباف سبونج من عند دايموندز لاند. نعمل شيب للفاونديشن، الفك ولا ايه. دي هتعمل احسن. دي من عند H&M وبرده بتقدري تبليها بتتنفخ. دي هتعمل لك الحوضه دي احسن، عشان هوريكم التكنيك اللي انا بعمله عشان اقلل شكل الكونتور لكن في نفس الوقت الميك اب يبقى شكله كويس ومتثبت حلو. وهاخد الكومباكت باودر من عند جيفانجي اثبت بيها بس باقي الاماكن لاني عايزه احافظ على الجلو زي ما قلت لكم في البشره. وهاخد الكونتور ده من عند ديور وهبتدي احطه دايركت
على الفاونديشن. هبدأ بلون فاتح شوية اللي هو ده، وهتحطيه في الجزء اللي انتي سبتيه ما ثبتيهوش اوريدي بالباودر، هيديكي على طول الخط او التنحيفه بتاعه الكونتور من غير ما تحطي كونتور كريمي اصلا. بس لازم يتحط بطريقه يعني خفيفه، ايدك تبقى خفيفه كده وانتي بتحطي الكونتور، شايفين؟ بس هاخد بعد كده براش تانية للدمج، وهبتدي بقى ادمجه، يعني بحطه الاول وبعدين ادمجه كويس. وبعد كده هوريكم التكنيك اللي بنعمله الاكتر دلوقتي، ان احنا بنحط على كل الكونتور لون بلاش عشان ما يبقاش خلاص الكونتور غامق. هاخد لون زي ده كده من الباليت بتاع التكنيك، وبعد كده مشي بالباف سبونج على كل بشرتك عشان تتأكدي ان كل الاماكن اتثبتت كويس جدا ومفيش اي حتة تاكي ولا ملزقة في وشك. اشربوا قهوة معايا. هوريكم بس الطريقة اللي بستخدم بيها الواكس وفرشة السنان زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. دي فرشة سنان بتاعت اطفال عشان اجيبها ناعمة، عشان اتأكد ان هي ناعمة جدا. باخدها بالشكل ده، اوقف الشعر بتاع الحاجب بالشكل ده كده، هتلاقوه في ثواني وقف معاكم. كل المجهود اللي بتعملوه بماسكارة بنفيت بيتعمل بثواني مع البروش دي. وعايزه تنضفيها نضفيها بالزيت. الواكس من عند كاركتر ده بيشتغل على طول يعني بيشتغل على طول بالاحتكاك، ما بيحتاجش نار او انك تسيحيه، يعني واكس سهل، او الماده اللي بتسيح بيها الواكس لا هو سهل على طول تقدري تشتغلي. بعد كده هنضف تحت الحاجب زي ما قلت لكم ايجي راوند زي ما قلت لكم، بحبه جدا بيز يعني للاي شادو. وبنضف بفرشه فلات من عند ميك اب فور ايفر. جل الحواجب اللي انا استخدمته من عند فور ايفر 52، الدرجه بتاعته رقمها 3. الدرجه دي حلوه قوي يعني بحبها جدا. والفرشه اللي استخدمتها من عند سيلا براشز رقمها E65. يلا بينا نبدأ رسمة العيون. وهبدأ أول حاجة بالباليت دي من عند تو فيز، وهستخدم منها الألوان دي. هاخد أول حاجة اللون المات ده، وهستخدم فرشة سيلا E36 وهبتدي أشتغل على كسرة العين أو أدمج اللون في كسرة العين، ودخلي اللون لحد جوه شوية زي ما أنا بعمل كده. بعد كده هبتدي اخد فرشة تكون حجمها اصغر شوية ونغمق اللون شوية. اللون اللي هستخدمه بعد كده من الباليت العجيبة اللي اسمها كلينيك، اللي استخدمتها كلينيك ايه اسمها تكنيك هاخد اللون ده من الباليت العجيبة اللي اسمها تكنيك، اللي هو اللون ده. وبعدين بفرشة سيجما E36، الفرشة العبقرية دي، شايفين شكلها عامل ازاي؟ صغيرة قوي وفي نفس الوقت هي فرشة دمج اساسا. وبعدين هتقل اللون شوية باللون اللي تحت ده، وبرضه هدخله عند كسرة العين لحد جوه. لحد ما تعملي شكل التدرج اللي فوق العين ده، هتبقي كده وصلتي. كل اللي احنا عملناه ان احنا استخدمنا 3 الوان، لون افتح وبعدين صغرنا الفرشه في لون اغمق وبعدين قللنا حجم الفرشه خالص في لون تاني اغمق. وتفضلي تضيفي من اللون لحد ما تحسي ان خلاص انا اكتفيت. بعد كده هاخد شويه كونسيلر، وتعالوا اوريكم التركايه اللي احنا هنعملها. كل اللي انت هتعمليه هتيجي في نص عينك من هنا
وتاخدي خط، وابدأي بعد كده اعملي دمج للخط ده، يعني خليه يكون من الجوانب شوية مدموج بالشكل ده. هاجي على الأطراف أحاول أدمجه مع الآي شادو اللي كان محطوط عندي بأي فرشة. أنا هاخد الهايلايتر من عند فوريفر 52 ده، هثبت بيه في النص، ونفس الحاجة هاخد نفس اللون بتاع الهايلايتر هحطه تحت الحاجة. الدرجة اللي بستخدمها من الهايلايتر ده رقمها 4 وهي على بينك شوية يا بنات. حطيها تحت الحاجب عند العظمة بس، وادمجيها يمين وشمال، يعني متمشيش الإضاءة في الجزء ده ولا تمشيها في الجزء ده. وبعد كده هستخدم بيجمنت جليتر جديد عندي اهو يا بنات، ارخص بكتير من عند انجلوت، وهو نسخة انجلوت. اولا كده هو بيتثبت اوريدي، انت لو اخدتيه حطيتيه فوق اي حاجه هتلاقيه بيمسك كويس من غير جلو. وانا هستخدم له الجلو من عند تو فيزد اللي هو الجلو بتاع الجليتر. ممكن تجيبي نيكس بديل ارخص واحسن للجلو لان ده غالي جدا. وانا بحب دايما افرد الجلو بصوابعي، اعمله الاول على ايدي كده وبعدين احطه على الجزء وبعدين اثبت بصوابعي، لان صوابعك هتديكي كده، فاهميني؟ لكن بالفرشه هتديكي كده، تديكي في وش. وبعدين شايفين؟ والله لو ما كنتوش شايفين اعيط. شايفين اللمعه بتاعت رهيبه رهيبه. وبعد ما حطيت اللون ده هدخل هنا اغمق شويه تانيين بالاي شادو. تعالي بقى اقولك على الحاجه، لما تيجي تعملي نفس اللوك ده هيكون عندك هنا في جزء بتاع الاي شادو لو حسيتيه مقطوع، او لو حسيتي ان الجزء اللي انت عملتي فيه الجليتر ده لسه في خط هنا في المنطقه دي، او مش قادره تدمجيهم مع بعض بسبب ان حطيتي جلو وثبتي في نفس المكان، خدي اي اي شادو يكون فيه نسبه لمعه شمري ناعم قريب من اللون اللي في عينك. يعني انا هاخد اللون ده من باليت تو فيس برضو بصوابعي كده، وهروح ما بين اللمعه وما بين الاي شادو، هتلاقيه اتسيح وبقى شكله يعني خلاص كأن ما في، انتي دامجه كويس جدا جدا الشادو بتاعك. وبعد كده هاخد لون اغمق شويه من اللون الانتقالي وادوره حوالين السبوت من هنا كده عشان يبان معايا. هشتغل في العيون من تحت، هاخد قلم الكحل من عند ريمين لندن، وبعدين هنزل بالكحل شويه تحت خط العين واوديه مع رسمه الايلاين. وبعدين هاخد فرشه سيلا براشز وابتدي ابلند للكحل اللي تحت العين ده كويس جدا. كل اللي انا هعمله علشان ادمج الكحل كويس، باخد نقطه من عند انجلوت الدروبز وهحط وابل بيها سن البروش من عند سيلا رقمها 33 وابتدي ادمج الكحل ده. دمجنا الكحل تحت العين. هاخد دلوقتي اي شادو يكون اغمق لون في الباليت اللي عندك، وابدأي حطيه على اللون الاسود من نفس الباليت، وهاخد اغمق لون من عند تكنيك. وبعدين هاخد نفس اللون الانتقالي اللي انا بدأت فيه بيه فوق في عيني اول لون خالص، هبتدي احطه في نهاية العين، في نهاية الدمج اللي انا دمجت بيه ده. على فكرة دي تكبيرات العيد. وبعد كده هاخد فرشة وانضف كل اللي تحت العين، واتأكد ان الفرشة ما كانش فيها اي شادو باقي. دايما بعمل الحركة دي، انضف وارجع تاني انضف. شايفين الغرض؟ اني اعمل سحبة للعين من تحت بالشكل ده.
يلا بينا دلوقتي نركب الرموش. ورموشي من عند دايموندز لاند اللي انا قلت لكم عليها المره اللي فاتت، بس انا ما فتحتش يعني الحته اللي فتحت فيها العلبه اتقفلت. ايه اتقفلت دي؟ الحته اللي فتحت فيها العلبه ما اتصورتش. ده شكل الرموش. تجنن مش كده؟ انا عارفه انا عارفه انا عارفه. حبيتهم جدا جدا يعني، اخدتهم وانا فرحانه بيهم قوي. عايزين بقى نحط رمش حلو بقى، احنا عندنا رموش كتير اهو، ربنا كارم من واسع. تعالي نشوف الرمش ده كده. انا بحب اعمل تيست قوي بقى، يعني عندك رموش كتير، دي احلى حاجه في البتاعه دي، ان هي مفتوحه عندك الرموش كلها باينه قدامك، تعملي تيست بقى براحتك عشان يمشي مع اللوك. هو حلو بس عايز اتقل. هي حاطه من كل رمش الاتقل والاطول في الباليت يعني. تعالوا تاني. بقى شايفين عامل ازاي؟ طب تيجوا نجرب رمش بقى قصير من قدام وطويل من ورا، احنا ما وراناش حاجه. يا حنان، انا عايزه رمش يبهرني. حبيته، حسيت ان اللوك اكتمل لما اتحط. حبيتك. ده رقمه 528 من الباليت دي، لان برضو هي بتبيع رمش يعني تقدروا تطلبوه برضو. وركبنا رموش فظيعة. هستخدم الماسكارا دي من عند ميبلين لانها خفيفة قوي وما بتحطش اي حاجة تقريبا، ما بتعملش اي حاجة. فكل اللي انا عايزة اعمله بس ان امشي الشكل بتاع الباودر من على اللاشز، مش اكتر ولا اقل. وبعد كده هبتدي اعمل ميك اب الفيس. هاخد تاني البرونزاج من بوزيشن فورمولا عشان نظبط بس لون البشرة. هاخد اطلالة كده على اللوك من قبل ما احط الروج. هحط بلاش من عند تكنيك. هستخدم البلاش الزهري شوية ده عشان يمشي مع الاي شادو. مش شرط ابدا البلاش يمشي مع الاي شادو على فكرة يا بنات، اكيد بتحطي اي شادو ازرق وكحلي واخضر وكده، مش شرط خالص يمشي معاه. وهنسيب بس الباودر كده لحد ما نخلص الليبستيك وبعدين هنرجع نحطه تاني. اللي هحدد شفايفي بالليب لاينر ده من عند ايسنس. كنت بقول لكم المره اللي فاتت على الليب لاينر اللي بحبهم لازم يكونوا ناعمين شويه او زي الزبده كده، البتاع ده من عند ايسنس بيعمل نفس الحاجه. الدرجه اللي انا مستخدماها هي درجه على كشمير كده رقم 7. بعد كده هاخد نفس الروج اللي استخدمته المره اللي فاتت من عند ايل وحطيت الدرجه دي. ولو انتي عايزه الدرجه تكون ماشيه قوي مع اللون بتاع الاي شادو مش عارفه تجيبيها نفس الدرجات اللي انتي حطيتيها في العين كلون انتقالي، تقدري هي تحطيها على الشفايف. يعني تاخدي الاي شادو بالشكل ده. انا هاخد مثلا الدرجه اللي ابتديت بيها دي وهبتدي اثبت بيها الروج بالشكل ده، هيطلع لك نفس الدرجه اللي انتي عايزاها بالظبط. وبعد كده هنشيل الباودر اللي احنا حاطينها هنا. هنعمل دلوقتي بقى لفة الطرحة بتاعت العروسة اللي كلكم كنتوا عايزين تعرفوها. انا سايبة البندانة على شعري. المفروض ان احنا بنبدأ اول حاجة بالبندانة العادية اللي هي زي دي يا بنات، واعذروني لو فيها
اماكن مش نظيفه، لان دي اللي انا بستخدمها في الكورس اصلا عشان نعلم البنات لفه الطرحه ازاي. فانا جبتها. اول حاجه بتحطي البندانه دي اللي بيكون فيها حته بتاعه من قدام دي، وبنربطها كده. طبعا لفات الحجاب في منها اكتر من 5 أو 6 اشكال، كلهم البنات بيتعلموهم في الكورس، بس لازم كل واحده بقى نجيب ايه المناسب على وشها وكده، وموال وحاجات تانية بتبقى طالع منها الشعر وكده. فانا هلف لكم بس حاجه بسيطه اقدر انا اوصل لكم بيها المعلومه يعني. بعد كده بجيب الطرحه الليكرا اللي زي دي. الطرحه ديت بتتباع في كل المحلات عادي، طرحه زي اللي بتتلف بس بتكون قطن شويه. وبنجيب الاسفنج اللي بيكون زي ده. الاسفنج ده الدرجه بتاعته او الرقم بتاعه 0، وبحطه جوه البندانه، ببطنه جوه البندانه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وببتدي اعمل الفوليوم بتاعي في الحجاب. اول حاجه يا بنات شايفين دي لازم تكون راجعه لورا شويه، لان كل طرحه زياده هتحطيها هترجعي تقدميها لقدام شويه عشان ما يبانش عندك ان في طبقات للطرح كبيره. فانا رجعتها اهو لورا، وهبتدي اخد الطرحه التانيه اللي هي دي. طبعا الدبوس اللي احنا بنستخدمه اصلا، يعني اللي انا بلف للعرايس بيه الطرحه، دبوس بيكون كبير جدا. انا نسيت اجيب خالص من الاستوديو وانا جايه دبابيس، لان الدبابيس الصغيره دي بتفك ما بتخليش نهايه الطرحه توصل بشكل كويس. اهم حاجه التقفيله اللي من ورا دي تعمليها بشكل حلو عشان ما تبانش ان هي مش حلوه. وللاسف انا مش معايا دبابيس خالص، يعني اقدر اشتغل في الطرحه براحتي، بس انتوا هيبقى معاكم دبابيس. الدبوس بتاع الطرحه زي ما بقول لكم اللي احنا بنستخدمه طويل قوي كبير كده، يعني طويل قد كده الدبوس، عشان تستخدمي اقل عدد دبابيس للطرحه. دي اول حاجه اللي هي التربو اللي بيكون تحت السبانش الطرحه نفسها. بعد كده بنجيب تل زي ده، والتل ده يا بنات اسمه تل ستريتش، تمام، اللي بيتعمل منه الباديهات، عارفينه. التل الاسترتش ده هو التل الوحيد اللي بيتشكل مع رسمه الطرحه وبيثبت. فانت لو عايزه ماتيريال حلوه لزباينك او تشتريها، ما تجيبيش غير النوع اللي انا بقولك عليه ده اللي هو اسمه تل استرتش. ده اللي بيكون الفينش النهائي بتاع الطرحه. واحاول اطلعه شويه على بره زي ما انا قلت لكم. ومن ورا الشكل ده انا بلمه كله كده وبعمله بدبوس، او بقص الزياده منه مع العروسه، او بسيبه مفرود تحت الطرحه، يعني بيديني زي ان هو كامل مع الطرحه. وساعات بنداري بيه لو في ديفو في ظهر الفستان او حاجه زي كده. كده ده الفينش النهائي بتاع الطرحه. طبعا السفنج اللي جوه ده تقدري تزوديه لو كانت راس البنت صغيره قوي وفستانها منفوش، زوديه لها اكتر شويه عشان يبين لها ان عندها راس. عندها راس دي غريبه عشان يبين لها ان عندها فوليوم، يعني عندها دماغها كبيره يعني، اي حاجه. تمام. بعد كده دي طرحه الفرح اللي انا هحطها. الطرحه دي متقفله من فوق كده يعني بشكل نظيف وجميل، مش بتحتاج تتقلب ولا اي حاجه. كل اللي انا بعمله اني بس احطها بالشكل ده، وانتي بتشوفي ازاي بتقدميها قد ايه او بترجعيها قد ايه على حسب طبعا ذوقك. مش متخيله اني احط دبوس اصفر في الطرح طب محدش ياخد باله. وكده لفيتي الطرحه. في بنات بتكتفي بالمظهر ده او بالشكل ده لو هي عاجبها بس لحد كده. وفي بنات تانية بتحب تحط الهير بيس او بتحط التاج. الهير بيس دي المفروض ان هي شكلها كده. الهير بيس دي طالعه موضه جدا جدا. الهير بيس في العموم للهير مش للطرحه، بس حطيناها على الطرحه، يعني احنا مش عاتقين حاجه، احنا ما شاء الله علينا ما فيش مننا. فهي المفروض بس للشعر يعني. هي عباره عن سلك كده، وانت بتقدري بقى تشكليه زي ما انت عايزه، تحطيه على الحجاب بالشكل ده او
ادخله شويه لهنا، او لو البنت مبينه شعرها بنحب نطلع دي شويه، وفي ناس بتحب تحطه على الجنب زي ما انا عامله كده. بس انا مع ان الهير بيس، ودي نصيحه لزبايني يعني، هي احلى مع الشعر مش مع الحجاب. اللي بيليق اكتر مع الحجاب واللي بعشقه مع الحجاب هو التاج العادي جدا بتاع العروسه اللي هو ده. طبعا بيكون عالي على حسب، لو البنت وشها مدور ينفع ان هي تعلي التاج براحتها، لو البنت وشها صغير وطويل شويه ما ينفعش ان احنا نجيب تاج عالي، نجيبه اقصر ويكون عريض كله عرض واحد. انا برضو يعني بحب شكل التاجات اكتر عليا اللي بيكون عامل كده. وعلى فكره انا احلى من فرحي بكتير في اللوك ده يعني. بس كده. طبعا بيكون فستان الفرح بقى عامل شكل انضف من البندانه دي. احاول كده يعني اخليها بشكل لطيف، وبعدين هاخد الهير بيس نستفاد بيه نعمل شكل حلو هنا كده. الطريقه دي تقدروا تعملوها لو بتعملوا سيشن للموديل او كده وما عندكيش فستان فرح وعايزه المكان ده يبان ان كأن في دريس يعني، فتقدري تعملي نفس الحاجه. بس انا محتاجه حد يعملهولي. يا ايدي. وبيني دايما لحد اخر الحاجب، يعني بيني دايما طرف الحواجب، ما تخليش تنزل عليه الطرحه. بعد ما بنلف الطرحه الاسبانيش كلها نقدر في الوقت ده ننزل الودن ونركب الحلق. يعني لو هتركبي الحلق خليها اخر خطوه مش من البدايه، يعني ما تخليش الحلق من البدايه عشان تقدري تثبتي الطرحه كويس في الجزء ده. وبعد كده بتقومي ملبسه الحلق. طبعا انا يعني الحلق ده مش لايق لان انا رقبتي قصيره، ما ينفعش البس حلق طويل، ودي برضو نصيحه بقولها للعرايس. ولازم ما يكونش فيه شغل جامد في الجزء ده عشان تقدري تلبسي حلق. المفروض ان انا البس دلوقتي حلق يكون صغير ويكون على سيلفر زي التاج والبتاعه اللي انا حطاها في البتاعه دي. تعالوا بقى اخر حاجه طالعه موضه قوي، اخر حاجه الليب جلوس اللي بيتحط على طالع قوي ان الروج يبقى فيه لمعه، بس انا مش بحبه ابدا ابدا مع العرايس لسبب واحد، انه ما بيثبتش الروج. يعني لو انت حابه اللبستيك بتاعك يقعد معاكي فتره اطول طبعا اكيد هنتجه للمات اللي هو الثابت، لكن لو لا هي محتاجه انت ده وبعدين تقدري تمسحيه او تعدليه لنفسك تاني احسن واشيك. طالع الجلوس موضه قوي، بس انا مبحبش احط الجلوس على كل شفايفي، بحب احطه بس في السنتر او في النص عشان يديني الشكل الفوليوم للشفايف. والليب جلوس اللي انا حطيته من عند كاتريس ارخم حاجه فيه ان كل البيانات بتروح من عليه، يعني بتتقشر تقشير من على الروج، فانا ما قدرتش اجيب لكم اي حاجه خالص ولا حتى الدرجه. بس هو عامل فيه كأن نعناع كده بيحرق الشفايف شويه على اساس انه ينفخهم يعني. اقول باي بقى في الفيديو ده هيخلص امتى؟